السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وطلاب الصف الأول الثانوي. يا رب تكون دايما بخير وصحة وسعادة. عاملين يا أبطال؟ معادنا مع أول محاضرة لينا في مادة العلوم المتكاملة. فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى إن المنهج بتاعنا الوزارة عملت فيه شوية تعديلات كده. من التعديلات اللي عندنا إن كان السنة اللي فاتت كان عندنا 4 فصول، حذفوا فصلين وسابوا لنا فصلين، يعني تقريبا شالوا نص الترم الاول بتاع السنه اللي فاتت. فالدنيا السنه دي دنيا حلوه وسهله وبسيطه، فانا عايزك كده تسمي الله وتستعين بالله ونبدا محاضرتنا كده مع بعضنا، وما تصعبش الدنيا على نفسك. خد الموضوع بسلاسه خالص وبساطه، وان شاء الله هتلاقي كل حاجه كويسه معانا باذن الله. بسم الله. اولا يا شباب، السنة اللي فاتت كان عندنا مواضيع من المواضيع المهمة، ألا وهو حاجة اسمها الغلاف المائي. بس قبل ما اتكلم في الغلاف المائي، تعال نتكلم كده واقول لك على حاجة صغيرة. عارف انت لما بتشتم واحد زميلك وتقول له يلا يا بيئة، يلا تعال بيئة، يلا يعني انت عيل بيئة، يعني المكان اللي انت طالع منه مش كويس، صح؟ فبتسمع الكلمة دي تلاقي واحد بيشتم التاني ويقول له يا بيئة. كلمة البيئة هنا يا شباب معناها ايه؟ معناها المحيط بنا او اللي حواليا ده يتقال عليه بيئة. فلما بقول لك يا عيل يا بيئة، انا كده مش بشتمك، انا بوصف المكان اللي حواليك. فناخد اول جزء معانا دلوقتي، الا وهو البيئة. يعني ايه اصلا بيئة؟ البيئة دي يا شباب هي كل ما يحيط بنا، وهي اساسها كلمه فرنسيه على فكره، يعني اساسها كلمه فرنسيه وتعني المحيط. يقول البيئه هو كل ما يحيط بنا. البيئه دي بتتكون من ايه؟ ايه اللي حواليا؟ حواليا مستر انسان، حيوان، نبات، هواء، ميه، تربه، صح؟ ضوء، كل ده حواليا، صح؟ كل اللي حواليا ده بيتقال عليه ايه؟ بيئه. فلما اجي اقسم الحاجات اللي حواليا هلاقيها حاجه من اتنين، لا اما كائنات حيه، لا اما كائنات غير حيه. يعني البيئه ممكن اتكلم على مكونات حيه ومكونات غير حيه. مكونات حيه زي ايه يا مستر؟ المكونات الحيه زي الانسان مكون حي، الحيوان، النبات. طب مكونات غير حيه زي الضوء، زي الهواء، زي الماء، زي التربه. دول بيتقال عليها مكونات غير حيه. يبقى تاني كده، يعني ايه اصلا بيئه؟ البيئه كلمه تعني المحيط، وهو كل ما يحيط بنا. كل اللي حواليا ده بيتقال عليه اسمه اسمه بيئه. البيئه ديت اللي حواليا ده انا ممكن اقسمه لحاجتين، لا اما اقسمه لمكونات حيه، لا اما مكونات غير حيه. مكونات حيه زي ايه؟ زي الانسان والحيوان والنبات. طب مكونات غير حيه زي ايه؟ زي الضوء والهواء والماء والتربه. سؤالي، هل انا ينفع كانسان اعيش من غير هواء وميه وتربه وضوء؟ لا طبعا. يعني المكونات الحيه والمكونات الغير حيه ينفع ينفصلوا عن بعض؟ مستحيل. عشان كده المكونات الحيه والغير حيه دايما في علاقه تبادليه ما بينهم. دايما في علاقه تبادليه ما بينهم، في علاقه بتجمع الكائنات الحيه والغير حيه. لما يحصل ترابط وتبادل بين الكائنات الحيه والغير الحيه، بنسمي ده يا شباب حاجه اسمها نظام بيئي. بنسميه حاجه اسمها نظام بيئي. يبقى تاني، الكائنات الحيه والغير الحيه ما ينفعش ينفصلوا عن بعض، مستحيل. حلو.
دايما في علاقة تبادلية ما بين الكائنات الحية والغير حية. لما يحصل علاقة ما بين الكائنات الحية والغير حية بيتقال اللي عندي ده اسمه نظام ايه؟ نظام بيئي. ايه هو النظام البيئي؟ هو عبارة عن مجتمع يتكون من كائنات او مكونات حية وغير حية. حلو الكلام؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل علاقة تبادلية تترابط المكونات الحية والغير حية. ليه؟ ليه يحصل ترابط بين الكائنات الحية والغير الحية؟ عشان يحصل تكيف، من أجل التكيف. طب ليه يحصل تكيف بين الكائنات ديت؟ عشان يقدروا يواجهوا التغيرات اللي بتحصل. مش فاهم الحتة دي. هو انت ما سمعتش قبل كده عن كائنات انقرضت؟ ليه عندي كائنات انقرضت؟ قال لك الكائنات اللي انقرضت دي كائنات ما قدرتش تتكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيها. فعشان انا اقدر اواجه التغيرات اللي بتحصل لازم يحصل تكيف ما بيني وما بين المكونات التانية عشان اقدر اواجه اي تغيرات ممكن تحصل ليا. يبقى ايه هو النظام البيئي؟ النظام البيئي يا مستر هو عبارة عن مجتمع ماله من الكائنات الحية والكائنات غير الحية بتتفاعل مع بعضها. حلو. من أجل مين؟ التكيف. بتتكيف مع مين؟ مع الظروف المتغيرة. بتتكيف مع مين؟ مع الظروف المتغيرة. يبقى النظام البيئي هو مجتمع تتكون أو مجتمع مكون من كائنات حية تتفاعل مع كائنات غير حية. ليه؟ من أجل التكيف مع التغيرات إيه؟ أو التغيرات اللي هتحدث للكائنات دي. يبقى تاني، إيه هي البيئة؟ البيئة هو كل ما يحيط بنا. البيئة هو كل ما يحيط بنا. بيتكون من إيه البيئة؟ فيها مكونات حية ومكونات غير. مكونات حية زي إيه؟ زي الإنسان والحيوان والنبات. مكونات غير حية زي إيه؟ زي الهواء والماء والتربة والضوء. ينفع ينفصلوا عن بعض؟ ينفع أنا أعيش أنا ككائن حي أعيش من غير هواء ومية وتربة؟ قال لي لا، لازم يحصل ما بيننا وبين بعض إيه؟ ترابط. لازم يحصل ما بيننا وبين بعض إيه؟ ترابط. يبقى لا تنفصل المكونات الحية والغير حية عن بعض. طب لما يحصل تفاعل بين الكائنات الحية والغير حية بيتقال على ده اسمه نظام بيئي. بيتقال على اسمه على ايه؟ نظام ايه؟ بيئي. ايه هو النظام البيئي؟ هو مجتمع يتكون من كائنات حية يتفاعل مع مكونات غير حية من أجل التكيف مع التغيرات. من أجل التكيف مع مين؟ مع التغيرات. ده تعريف اسمه النظام ايه؟ البيئي. طب تعالى اديني كده أمثلة للنظام البيئي عندي. أولا من أمثلة النظام البيئي ينفع أقول إن الغابات نظام بيئي؟ هي الغابات دي مش فيها أشجار؟ فيها نبات. فيها حيوانات؟ فيها حيوانات. فيها هواء ومية وتربة وضوء؟ قال لي يتقال عليه نظام بيئي. طب لو قلت الصحراء ينفع اقول ان الصحراء نظام بيئي؟ طبعا ينفع اقول ان الصحراء نظام بيئي. ليه يتقال عليها نظام بيئي؟ ليه يتقال على الصحراء نظام بيئي؟ هو فيها كائنات حيه؟ فيها كائنات حيه. ثعلب، عقارب، ثعبان، صح؟ فيها هواء وميه وتربه، بس الميه مش بكثره. يعني الصحراء نظام عدد الحيوانات اللي فيه او الكائنات الحيه اللي فيه قليله. هتلاقي النبات مثلا، هتلاقي عندك اشهر حاجه في الصحراء النخيل والصبار، صح؟ المياه هتلاقي اغلبيه المياه هناك مياه جوفيه، صح كده؟ بس هنا في كائنات حيه وكائنات غير حيه بيبداوا يتفاعلوا مع بعض فيتقال على الصحراء نظام ايه؟ نظام بيئي. ينفع اقول عن المحيطات نظام بيئي؟ يتقال على نظام بيئي.
يبقى من أمثلة الأنظمة البيئية عندي الغابات والصحراء والمحيطات. طب تعالى يا باشا، أي نظام بيئي يا شباب بيحيطه 4 أغلفة. أي نظام بيئي في كام غلاف؟ 4. تعال نبص كده على أنواع الأغلفة عندي. بص يا باشا، أولا أنت عندك غلاف بنسميه الغلاف المائي. الغلاف المائي ده يا مستر بيضم المحيطات والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية، كل المية على سطح كوكب الأرض بنسميه غلاف إيه؟ غلاف مائي. عندي غلاف تاني بنسميه الغلاف الجوي. الغلاف الجوي هنا يا مستر بيضم إيه؟ بيضم أو الغلاف الجوي هو عبارة عن مجموعة من الغازات تحيط بكوكب الأرض. عندي غلاف ثالث بنسميه الغلاف الصخري وهو يضم اليابسة. وعندي غلاف رابع بنسميه الغلاف الحيوي ويضم الكائنات الحية. يبقى أنا عندي غلاف المائي بيضم المحيطات والأنهار والبحار، وغلاف جوي هي مجموعة من الغازات تحيط بكوكب الأرض، وغلاف صخري بيكون فيه اليابسة، وغلاف حيوي بيضم فيه الكائنات الحية اللي هي الإنسان والحيوان والنبات. احنا هندرس مع بعض الغلافين دول اللي هو الغلاف المائي والغلاف الجوي. تمام؟ الترم الأولاني كله هندرس فيه الغلاف المائي والغلاف مين؟ والغلاف الجوي. نبدأ بأول حاجة كده ألا وهو الغلاف المائي. أولا بص يا شباب، لو أنا عندي كوكب الأرض صح معايا بقى، بيضم إيه؟ الأرض فيه ماء وفيه يابس. المية على كوكب الأرض نسبتها 70%، واليابسة على كوكب الأرض نسبتها 30%. بس المية على كوكبنا في منها نوعين، في منها عذب وفي منها مالح. العذب 3% والمالح 97%. بس المياه العذبة في منها سائل وفي منها متجمد. المياه العذبة السائلة 1%، والمياه المتجمدة هي 2%. يبقى تاني كده تعال نبص كده على النسبة. كوكبنا كوكب الأرض دايما كنا في ابتدائي بنسميه الغلاف أو الكوكب المائي. ليه كنا بنقول عليه كوكب المائي؟ إن نسبة المية على هذا الكوكب 70%، بينما اليابسة 30%. المية ديت اللي على كوكبنا هلاقيها نوعين، لا إما الاقيها عذبة لا إما الاقيها مالحة. هلاقيها عذبة، نسبة المية العذبة على كوكبي هو 3%، بينما المالح 97. طب العذب ده في منه السائل وفي منه المتجمد. المياه العذبة السائلة 1%، بينما الباقي في صورة ايه؟ متجمدة. فانت صحصح في الأسئلة عندك. لو قال لك نسبة المية بس 70%، نسبة المية العذبة 3%، عذبة مالحة 97%، عذبة نسبة المياه العذبة السائلة 1%، نسبة المياه العذبة المتجمدة 2%. يبقى لما نيجي نبص على كوكبنا هنلاقيه بالشكل ده. في كام غلاف؟ في 4 أغلفة. هلاقي عندي غلاف بنسميه الغلاف المائي،
بيضم المحيطات والبحار والأنهار. هلاقي غلاف جوي اللي هو الغازات اللي حوالين الكوكب بتاعي. هلاقي غلاف صخري اللي هو اليابسة. هلاقي غلاف حيوي اللي هو الكائنات الحية بجميع أشكالها، سواء كانت إنسان، حيوان، نبات. لما يبص على المية، نسبة المية 70%، نسبة اليابس 30%. مياهي اللي 70 ده هقسمها ليه: مياه مالحة 97، ولاقيها في المحيطات والبحار والبحيرات المالحة وهي غير صالحة للاستخدام. أما المياه العذبة، المياه المعذبة هلاقيها 3%، بس هلاقيها مياه عذبة سائلة 1%، ومياه متجمدة 2%. المياه العذبة هلاقيها في صوت الأنهار والخزانات والبحيرات العذبة والمياه الجوفية الصالحة للاستخدام. مش كل المياه الجوفية بتكون صالحة لمين؟ للاستخدام عندي. بعد كده المياه يا شباب في حاجة بنقول عليها دورة المياه. أولا فوق كده معايا، المياه بتاعتي دايما في حالة حركة مستمرة ما بين اليابسة والغلاف الجوي في دورة تعرف بدورة المياه. دورة تعرف بدورة المياه. فوق معايا كده فيها، وليها برضو اسم تسمى الدورة الهيدرولوجية. أولا فوق معايا كده، دورة المياه يا شباب بتبدأ بعملية تسمى عملية التبخر. أنا عندي هنا يا شباب محيطات، أو بالبلدي كده مسطحات مائية، والشمس بتاعتي لما بتبدأ تطلع بتعمل للمية ديت عملية تبخر. هو الصح عملية بخر. فالمية ديت مية سائلة، فالشمس ديت بتحول المية السائلة إلى مياه إيه؟ إلى مياه غازية. عملية تسمى عملية، بس الصح ما بين قوسين اسمها عملية إيه؟ بخر. المية اتحولت من سائلة لإيه؟ إلى غازية. المية اللي طالعة ديت من المحيطات بيحصل لها يا شباب عملية بنسميها عملية تكثف. عملية تسمى عملية إيه؟ تكثف. التكثف ده يخلي بخار المية اللي عندي يكون لي حاجة اسمها سحب أو سحاب. يبقى تاني كده واحدة واحدة، أنا عندي هنا مسطحات مائية، بحر وأنهار وكل المسطحات المائية اللي عندك. إيه اللي بيحصل؟ الشمس بيحصل لها بتعمل للمية اللي عندي عملية تبخر. يعني إيه تبخر؟ تبدأ تحولها من سائلة لغازية. من سائلة لغازية يحصل لها عملية إيه؟ تكثف. التكثف ده يبدأ يكون لي إيه؟ يكون لي سحب. ده أول واحدة. اتنين، عندي حاجة كمان، عندي النبات. النبات يا شباب اللي عندي بيبدأ يمتص المياه. لما يبدأ يمتص المياه، النبات بياخد المية اللي هو عايزها. طب في مية بتكون جوه النبات بنقول عليها مياه زائدة. المية الزيادة عن حاجة النبات دي يعمل فيها ايه؟ بصوا كده هيعمل فيها ايه؟ هيبدأ يطلعها في عملية بنسميها عملية النتح. عملية تسمى عملية ايه؟ النتح. تاني، النبات بيبدأ يمتص المياه من التربة، بيمتص كمية المية، بياخد اللي هو عايزه من المية دي. طب المية ازاي ده؟
يعمل فيها ايه؟ يبدأ يطلعها. ما هو مش عايزها، يبدأ يطلعها في عملية تسمى عملية ايه؟ عملية الندح. لما نيجي نعرف يعني ايه اصلا عملية الندح، هي عملية ايه اللي بيحصل فيها؟ تتخلص فيها النباتات من المياه الزائدة عن طريق فتحات ميكروسكوبية الفتحات دي يا شباب بتكون على الأوراق أو بتكون في السقاء. فتحات ميكروسكوبية بيبدأ يطلع منها المياه الزائدة، بنسمي الفتحات دي حاجة اسمها صغور. بنسميها ايه؟ صغور. فتحات دي بتكون على أوراق النبات. المية اللي طلعت هنا بيبدأ يحصل لها عملية تبخر، وتبدأ برضه تخش لي في تكوين حاجة اسمها السحب. تبدأ تخش في تكوين حاجة اسمها ايه؟ السحب. يبقى تاني كده واحدة واحدة مع بعض. أولا تعال نبص كده على دورة المياه. لما بدأ يعرف دورة المية قال لك هي الحركة المستمرة للمياه من مكان لآخر على كوكب الأرض في نظام مغلق. في نظام ايه؟ مغلق. تقريبا خلال العديد من المسارات المختلفة، وتبدأ المية تتحول من صلبة لسائلة لغازية ضمن نطاق درجات الحرارة المعرفة أو المعروفة على سطح الأرض. يبقى دورة المياه أو الدورة الهيدرولوجية هي الحركة المستمرة للمياه من مكان لآخر على كوكب الأرض في نظام بيتقال عليه نظام إيه؟ نظام مغلق. تعال نبص كده على الدورة بتاعتي واحدة واحدة. أولا الدورة دي هتشمل إيه؟ أنت عندك الشمس بتاعتك هتعمل إيه للبحار والمحيطات؟ بتعمل لها عملية تسمى عملية التبخر. بتبدأ المية تبدأ تتبخر. في أي مشكلة؟ بعد كده المية اللي طلعت ديت بيحصل لها عملية تكثف، فتكون لي سحب. فتكون لي ايه؟ سحب. هل السحب بس بتتكون من التبخر؟ قال لي لا. بص يا باشا، انا عندي برضك الانسان والحيوان. تعال نبص على النبات بتاعنا كده. النبات اهو بدأ يمتص المياه من التربة، خد المية اللي هو عايزها. طب والمية الزيادة يبدأ يطلعها عن طريق عملية تسمى عملية ايه؟ الندح. ايه هي عملية الندح؟ هي عملية بتبدأ تتخلص فيها النباتات من المياه الزائدة عن طريق فتحات صغيرة ميكروسكوبية تسمى صغور. تسمى ايه؟ صغور. يبقى تاني كده مع بعض. انا عندي اهو النبات بدأ يمتص المياه. حلو. المية بدأت تطلع، راحت لمين؟ للأوراق والكلام ده كله. في الحالة دي النبات بياخد المية اللي هو عايزها، والمية اللي مش عايزها بتبدأ تطلع من فتحات صغيرة انت مش هتشوفها بعينك. الشمس تعمل ايه للمية؟ بتبخر المية. فلما المية تتبخر تطلع. طب لما تطلع هتكون لي ايه؟ هتكون لي سحب. هتكون لي ايه؟ هتكون لي سحب. يعني بخار او عملية الندح داخلة في تكوين مين؟ السحب. طب انا كإنسان ليا لازمة؟ اه طبعا ليك لازمة. ايه لازمتك يا عم؟ هو انا مش بعمل عمليات اخراج زي التنفس؟ هات كده المراية كده وانفخ فيها بتلاقيها شبرت. ده دليل ان اللي طالع مني هنا بخار ميه، ثاني اكسيد كربون وبخار ايه؟ وبخار الماء.
طب دلوقتي بخار الميه ده مش بيطلع ويخش برضه في تكوين السحب؟ طبعا بيخش في تكوين السحب. يبقى انا عندي عمليه التبخر وعمليه النتح وعمليه الاخراج. الثلاث عمليات دول بيخشوا في تكوين السحب اللي عندي. بس خلي بالك، في واحده فيهم هي الاساس في عمليه تكوين السحب، الا وهي عمليه التبخر للمحيطات. عمليه التبخر للمحيطات هي اكبر عمليه بتطلع لي بخار ميه، فبالتالي يبقى اكبر عمليه هتكون سحب. فبالتالي لو عمليه التبخر للمحيطات دي مش موجوده تؤثر بصوره اساسيه على تكوين السحب، فبالتالي هتأثر بصوره اساسيه على تكوين او على دورة المياه اللي عندي. طب تعالى بقى نكمل. يبقى انا عملت عملية تكوين سحب بكام حاجة؟ ب3: تبخر المحيطات، نتح النبات، وعمليات الاخراج عندي. ال3 عمليات دول اساسيين. 2. طب دلوقتي يا مستر، هل السحاب بيقف مكانه؟ طبعا لا يا باشا، السحاب بيبدأ يتحرك. السحاب بتاعي هيبدأ يتحرك. ربنا كرمه في وقت من الأوقات بدل يحصل هطول أمطار. بدأ يحصل هطول إيه؟ المطر بدأ ينزل. ممكن ينزل في صورة مطر عادي مياه، أو ممكن ينزل في صورة تلج. المية اللي هتنزل دي ممكن تنزل في المحيطات، خلاص موضوع منهي، أو ممكن تنزل على اليابس. هل المية لو نزلت على الأرض بتفضل على سطح الأرض يا شباب؟ طبعا لا، بيحصل عملية اسمها عملية تسريب. بتبدأ المية تنزل في بطن الأرض. بيحصل عملية تسمى عملية إيه؟ تسريب. المية بتاعتي هتبدأ تنزل في بطن الأرض. طب لما تنزل في بطن الأرض ممكن تكون لي حاجة اسمها مياه جوفية. ممكن تكون حاجة اسمها مياه جوفية، أو يحصل عملية، لو اليابسة جنب المحيطات، يحصل عملية تسريب والمية ديت ترجع للمحيطات مرة تانية، وتفضل العملية دي شغالة باستمرار. فدايما هيتقال على دورة المياه هو عبارة عن نظام إيه؟ نظام مغلق. تعال نبص كده على دورة المية. بص يا شباب، أولا دورة المية كم عملية؟ 4 عمليات عندك. أول عملية عملية التبخر، حامل 2 لمسطحات مائية لعمليات بيولوجية. عمليات بيولوجية زي الإنسان عمليات الإخراج، والنبات هي عملية النتح. عملية التبخر هيكون لي إيه؟ سحب. السحب ده يحصل لها عملية، أو السحب ده تتكون نتيجة عملية تسمى عملية التكثف. يبقى عملية التكثف تساهم في تكوين مين؟ السحب. السحاب ده هيقف في مكانه؟ لا، هيتحرك. لما يتحرك هيبدأ يحصل هطول للأمطار. الأمطار اللي هتنزل دي هتنزل في صورة أمطار عادية، أو هتنزل في صورة إيه؟ تلج. طب المطر اللي نزل على الأرض هل هيقف على الأرض؟ لا، هيحصل له عملية إيه؟ تسريب. طب لما يتسرب، يعني إيه يتسرب؟ ينزل في بطن الأرض. حامل 2: لا إما يكون لي مياه جوفية، لا إما اليابسة تبقى جنب المحيطات فتتسرب وتدخل تاني للمحيط. زي إيه؟ زي الدورة دي كده. تعال بص كده. بحر، هوب، تبخر، كون سحب، التنفس والنتح برضه كون لي سحب، تنفس الكائنات الحية برضه كون لي سحب. فتعالى بص بقى، السحاب مشي، حصل هطول للأمطار. المطر لما ينزل، بص نزل على اليابسة، فإما ينزل ويكون مياه جوفية، أو يحصل عملية حركة للمياه الجوفية. المياه الجوفية دي ترجع وتروح للمحيطات تاني.
او ينزل المطر اللي عندي او السحب دي تنزل تلج عندي. التلج بتاعي هتلاقيه بيتكون على قمم الجبال او ينزل على الارض. المطر اللي بينزل بيعمل عملية تسريب، بينزل على اليابسة فيتسرب وينزل في مين؟ في باطن الارض. حاجة من اتنين، لا يكون مياه جوفية، لا اما المية الجوفية تتسرب وتروح للمحيطات. دي حاجة اسمها دورة المياه. دي حاجة اسمها دورة المياه. عملية التكثف هي عكس عملية التبخر. ماشي. طبعا انت عارفين حالات المادة او الحالات العمليات اللي عندي. عملية التكثف هي عبارة عن تحول المياه الغازية او تحول المياه من الحالة الغازية الى الحالة السائلة. اما عملية التبخر هي عملية تحول المياه من الحالة السائلة للحالة ايه؟ الغازية. ماشي. دي كلمتين من رابعة ابتدائي كده. واحنا قلنا عملية النتح. قلنا عملية النتح هي عملية بتبدأ النباتات فيها تتخلص من المياه الزائدة على هيئة بخار مين؟ على هيئة بخار ماء. يتم معظم عملية النتح من فتحات ايه؟ ميكروسكوبية. الفتحات دي بتكون على الأوراق أو ايه؟ أو السيقان وتسمى بالصغور. وشرحنا العملية. النبات بيمتص المية الزايدة اللي عنده بيبدأ يطلعها في صورة عملية نتح. تبدأ الشمس بتبخر المية ديت وتحولها لبخار. طب السؤال، هو ليه أصلا النبات يبدأ يعمل عملية النتح؟ ما سهلة اهي، عشان تخلص من المياه الزائدة، صح؟ طب لما تخلص من المياه الزائدة ايه اللي يحصل؟ لما النبات يبدأ يا شباب يتخلص من المية الزيادة اللي عنده، بيمكن لي او بيعمل لي قوة سحب بتخلي النبات يقدر يمتص مياه جديدة. عملية النتح من فوائدها انها بتبدأ تتخلص من المياه الزائدة. مش بس كده، بتمكن النبات اللي عندي بتمكنه من ايه؟ من انه يقدر يمتص مياه جديدة. بتخلق قوة سحب بتخلي النبات يقدر يسحب مية ايه؟ مية جديدة. بص كده، أهمية النتح أو أهمية عملية النتح: واحد، إنها بتبدأ تقلل درجة حرارة أجزاء من النبات. اتنين، اللي أنا لسه قايلها أهو، تبدأ تخلق قوة سحب للمياه والأملاح خلال النسيج الخشب، مما يؤدي إلى صعود الماء والأملاح من الجذور إلى الأجزاء العليا. أنا في النبات، أنا المية ببدأ أخد المية اللي أنا عايزها والمية مش عايزها بطلعها. فلما تخلص من المياه ديت بتخلي النبات يقدر يمتص مية وأملاح جديدة وتفضل العملية دي شغالة. يبقى عملية النتح من أهميتها إنها بتبدأ تقلل درجة حرارة أجزاء النبات. مش بس كده، وبتبدأ تخلق قوة سحب تمكن النبات من إنه يسحب المية وأملاح جديدة. طب أنا بعمل برضك عملية تسمى عملية الإخراج. عارف أنا لما بتنفس البخار ده عملية إخراج. يبقى عملية تخلص الكائنات الحية من الفضلات من عملية التمثيل الغذائي مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. يبقى أنا العملية اللي أنا بعملها عملية التنفس هي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. دي تسمى عملية إيه؟ تسمى عملية إخراج. ومن الفضلات النيتروجينية كما هو في حمض كالأمونيا واليوريا وحمض البوليك. لما سيادتك بتعمل عملية إخراج بتطلع فضلات اسمها فضلات إيه؟ نيتروجينية. في مشكلة في أول جزئية ديت؟ صلى على رسول الله. في مشكلة في أول ديت؟ يلا تعال نحل شوية أسئلة على الدرس الأولاني. أولا بقول لي أي مما يلي لا يمثل نظاما بيئيا؟ هل الصحراء الكبرى؟ هل الغابات الأمازون؟ هل البحيرات المالحة؟ ولا الغلاف الجوي؟ هو عشان تعمل نظام بيئي، تعمل نظام بيئي يلزمك ايه؟ يلزمك مكونات حية وغير حية. هل الغلاف الجوي، هل الصحراء فيها مكونات حية وغير حية؟ الغابات طبعا، البحيرات طبعا. الذي لا يمثل نظام بيئي هو الغلاف مين؟ هو الغلاف الجوي.
تعال نبص النسبة بين المياه المتجمدة إلى المياه العذبة. احنا قلنا المياه العذبة السائلة 1 والمياه المتجمدة 2، يعني بنسبة 2/1. من المصادر المباشرة أو المصدر المباشر للمياه العذبة على سطح الأرض. مصدر مباشر للمياه العذبة على سطح الأرض، هل هي المحيطات؟ هل هي البحار؟ هل هي البحيرات المالحة ولا الأنهار؟ طبعا مياه عذبة، مياه عذبة يبقى الأنهار. ما حالات المادة التي يتواجد عليها الماء؟ المياه بيكون في 3 حالات: صلبة وسائلة وغازية. ما النسبة التي تمثلها البحار والمحيطات والبحيرات المالحة؟ ركز في الكلمة، أنا عايز أعرف البحار والمحيطات والبحيرات المالحة من إجمالي نسبة الماء 97، بما إنه قال لي مالحة. أي مما يلي يمثل أعلى مصدر للماء على سطح الأرض؟ أعلى مصدر للمياه مين؟ طبعا المحيطات. أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن نسبة الماء ونسبة اليابسة على كوكب الأرض؟ نسبة المية ونسبة اليابس. طبعا المية 70% واليابس 30%. يعني أنا دلوقتي لو هاجي أبص كده، ده والمية، لا اليابس أكتر ده طبعا. هنا اليابس أكتر يبقى دي غلط. هنا المية واليابس، تعال نشوف. هنا المية حلو، ده تقريبا فوق 80، اما ده تقريبا 70%، يبقى هنا نسبة المية فوق 80. لا طب ده تعال نبص كده، اليابس ما بين 20 وال40، يبقى دي صح. يبقى نسبة المية 70% ونسبة اليابس 30%، فأنا بشوف مين فيهم النسبة الصح. بقول لك إيه؟ أي الأشكال البيانية التالية يمثل توزيع المياه بصورة تقريبية في الغلاف المائي؟ المياه العذبة كام في المية يا شباب؟ المياه العذبة 3، والمياه المالحة كام؟ 97. فتعال نشوف، أنا عايز نسبة المياه المالحة هي الأكبر. دول كده بيساووا بعض، غلط. دي مياه عذبة أكتر، غلط. تعال نشوف ده وده. بص النسبة دي ودي تحس ان هم قريبين من بعض، يعني انا بتكلم على 97 و3، يبقى دي غلط. تعالى ديت تقريبا نسبة الملح اهو 97، وتقريبا نسبة العذب 3%، يبقى دي الإجابة الصح. تعال نبص كده على دورة المية. النكح والتنفس من العمليات الحيوية التي تساهم في الدورة الهيدرولوجية. أي البدائل في الجدول يعبر عنها بشكل صحيح؟ يحدث النتح والتنفس في العمليات من العمليات الحيوية التي تساهم في دورة المياه. يحدث النتح في النبات فقط، في النبات والحيوان فقط. أنا ما بعملش نتح، الإنسان ما بيعملش نتح. النتح بتكون في النبات فقط، يبقى لا ألف لا ب. طب التنفس نبات وحيوان، النبات بيتنفس يا جدعان، النبات بيتنفس، عشان كده بنقول عليه كائن حي. يبقى عملية النتح في النبات فقط، وعملية التنفس في النبات والحيوان، يبقى الإجابة ألف. أي العمليات التالية قد تكون مصدر مباشر للمياه الجوفية؟ هل تبخر المية؟ هل التنفس في الإنسان؟ هل النتح في النبات؟ هل تسرب المياه؟ المياه الجوفية يبقى على طول تسرب مياه. تعرف دورة المياه في الطبيعة بالدورة الهيدرولوجية. كيف يعود الماء مباشرة من اليابسة إلى المحيط؟ ما احنا قلنا لو اليابسة جنب المحيط بيحصل عملية اسمها عملية تسريب. يبقى هل هو بالبخر، بالجريان، بالتكثف، بالتطاير؟ بخر لا، تكثف لا، تطاير لا، بالجريان.
بنقول عليه جريان سطحي. تعال نبص على السؤال ده. الشكل المقابل يوضح جزء من دورة المياه في الطبيعة. تساهم العملية واحد. فين العملية واحد؟ اهو العملية اهي. العملية الواحد دي معناها ان المية نزلت على الارض وبدأ يحصل لها عملية تسريب، فهتبدأ تكون لي مياه جوفية او يحصل عملية سريان وتروح المية ترجع تاني للمحيط. هل سقوط امطار؟ هل تكوين مياه جوفية؟ صح، المية لما تنزل على الارض بتتسرب وتكون مياه جوفية. ما الدور المباشر لعملية النتح؟ النتح بيعمل ايه؟ بيتخلص من المية فتيجي الشمس ويعمل لها عملية تبخر. هل تسرب المياه؟ تكثف بخار الماء مكون سحب؟ طبعا تكثف المياه مكونا سحب. أي العبارات التالية لا ينطبق على دورة المياه؟ تشمل حركة الماء من خلال العديد من المسارات. طبعا لما جينا نعرف دورة المياه، دورة ايه اللي بيحصل فيها؟ بتبدأ تتحرك فيها المية في مسارات متعددة، حلو الكلام، من مكان لآخر على سطح الأرض بين حالاتها الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية، يبقى تشمل العديد من المسارات. الكائنات الحية لها دور في استمرارها. طبعا النبات عملية ندح والإنسان عملية إخراج. تشمل نظاما مغلقا؟ طبعا بتشمل نظاما مغلقا. تحافظ على بس ثبات سطح الأرض؟ لا، دورة المياه ما بتحافظش على ثبات سطح الأرض. من العمليات التي تحدث لنتائج عملية الندح، ما العملية التي تحدث لناتج عملية الندح؟ أنا لما أطلع المية الزيادة، الشمس بتعمل لها عملية إيه؟ تبخر، يبقى أنا مغمض عملية تبخر. توجد الصخور فين؟ على الأوراق. ما العملية الحيوية التي تقوم بها الحيوانات وتساهم في خلال دورة في الطبيعة؟ أنا كإنسان بعمل عمليات إخراج زي عملية التنفس. ما هي العملية المعاكسة لعملية التكثف في دورة المياه؟ عكس التكثف هي عملية التبخر. مش احنا قلنا عملية التكثف؟ نرجع كده. عملية التكثف هي عملية تحول الماء من الحالة الغازية للحالة السائلة، وهي عكس عملية مين؟ التبخر. يبقى التكثف مين اللي عكسه؟ عملية تسمى عملية ايه؟ التبخر. يبقى عملية معاكسة للتكثف يبقى عملية ايه؟ التبخر. أي العمليات التالية لا ينتج عنها زيادة نسبة بخار الماء؟ بص لا ينتج، مش هتطلع بخار مي. هل هو النتح؟ أي العمليات الآتية لا ينتج عنها زيادة نسبة بخار الماء؟ النتح، التنفس. النتح والتنفس بينتج عنهم زيادة نسبة بخار الماء. طب تسرب المياه؟ لا طبعا. تبخر المياه، تبخر، نتح، تنفس، ده كله لا ينتج عنها زيادة نسبة بخار الماء. أنا عايز عملية لا ينتج عنها. النتح بينتج، تنفس بينتج، تبخر، ده كله بينتج عنه زيادة نسبة بخار الماء. أي مما يلي لا يعد من الفضلات النيتروجينية؟ احنا قلنا الفضلات النيتروجينية زي مين؟ زي الأمونيا، زي اليوريا، زي حمض البوليك. أما غاز النيتروجين لا طبعا. كلما زادت عدد أوراق النبات فإن عملية الندح، عدد الأوراق زاد يبقى عملية الندح تزداد. أي العوامل التالية لا يؤثر على عملية الندح؟ مين اللي ما يأثرش على عملية الندح؟ عدد أوراق النبات، عدد الأزهار والثمار، رطوبة التربة، درجة حرارة الجو. عدد الأزهار والثمار. إن عملية الندح بتخرج من الأوراق، فكل ما زود عدد الورق
فانا بزود عمليه النتح اللي عندي. اي الاوقات التاليه يزداد معدل النتح خلال اليوم: الصباح الباكر، الظهيره، الغروب، المساء. هو تقريبا الصباح الباكر. خلاص، يبقى دي بالنسبه لي اول جزئيه عندي خاصه بالدرس الاول. صعبه يا شباب الدرس الاولاني. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كده يا شباب ان شاء الله خلصنا الدرس الاول كده مع بعضنا وحلينا عليه. ان شاء الله انتظر الفيديو القادم باذن الله، هنشرح فيه الخواص الكيميائيه للميه، وهو عباره عن محاضره مهمه جدا جدا جدا. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي كده باذن الله. وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمل اشتراك للقناه بتاعتنا عشان ينزل لك كل الفيديوهات بتاعت المنهج بتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.